انتوا نورتونا. الله يخليك. شرفت. الله يخليك، بس بقول لك ايه، انت اللي هتشرفني بكره الساعه 6 تكون في الزنزانه، العسكري بايت معاه. انا عايز اخد بكره اجازه. اجازه وانت شغال في مخبز؟ يلا يا عم فتحي. البنت ما جبتوهاش ليه؟ نايمة. ده البنت دي زي العسل نايمه، كنتوا صحوها عقبال ما تخووها يا رب. يا رب. ونشوف ولادكم كده 3 4. الولاد دول نعمه. يا سلام يا سلام يا هاني، لو تنوري في اي مكان هتبص تلاقي ولادك بيجروا كده قدامك، وده اللي يلاغيك وده يلغى وده يقول كان هيصه قد نعمه. ان شاء الله ربنا يكرمك يا رب. يلا في الحق. كويس يا فندم اللي لقيتك صاحي. في ايه يا هاني؟ حاجات كتير يا باشا بتحصل في السجن وما ينفعش السكوت عليها. في ايه يا هاني؟ انا مش ناقص. معقول يا باشا مش عارف كل اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل؟ خلصني. المسجون اللي اترحل من السجن على المستشفى ماله الزفت؟ انا هنبدله بواحد تاني بعد سيادتك ما مضيته تصريح الخروج. يعني في مسجون هرب واتغير بواحد تاني، مصيبه هتدمر كل اللي انت بنيته، الاسم والسمعه والبيت وكل حاجه. اسمع يا هاني، انا عايز اقول لك على حاجه. انا لما حصلت الحادثه وشالوا لي. بص يا عم، انا ماليش دعوه بده كله. يعني ايه مالكش دعوه؟ ماليش دعوه يا اخي. يعني ايه مالكش دعوه؟ انا عايز افهم. انت اللي مش عايز تفهم. انا ماليش دعوه بكل ده، كل ده غصب عني. انا هقول لك على حاجه، اللي انتوا عايزين تعملوه اعملوه. انا خليني بره اللعب، خليني بعيد احسن. انتوا شويه ظباط في بعض تعرفوا تتصرفوا، ظباط في ظباط. وانت مش ظابط ولا ايه؟ مش ظابط يا اخي، مش ظابط. حتى لو ما كنتش ظابط، لو اي بني ادم عادي ما ينفعش تسيب كل ده يعدي من تحت ايديك. المسجون اللي هرب ده واخد حكم عشان سرق. الراجل ده مد ايده في جيبي وجيبك وكل جيب في البلد. صدقني يا باشا، الموضوع مش محتاج لي ظابط ولا حاجه، الموضوع محتاج لي بني ادم، بني ادم جدع. مالك يا رياض؟ في ايه تاني؟ برضه هتنام لوحدك؟ اصل ما ينفعش. انا هتقولي تاني الحادثة والعملية؟ لا، ما هو انا عايز رياض، ياه، للدرجة دي؟ أنا مش عارفة أقول لك إيه، بجد مش عارفة أقول لك إيه. أنا آسفة، أنا آسفة أوي. تصبح على خير.